طيب أنا كنت اتكلمت قبل كده إن أحسن حاجة للشباب الصغيرين اللي هو حديثي التخرُّج لغاية سِن 30، 35 سَنة الواحد يستثمر في نَفْسه، وما زلت على كلامي. طيب بالنسبة بقى للفئة العمرية اللي أعلى من ال30 سَنة أو ال35 سَنة اللي ابتدى يبقى دخْله في surplus أو زي ما بيقولوا في زيادات، أحوّشها إزاي أو أستثمرها إزاي؟ طيب، إحنا اتكلّمنا أو أنا عملت كذا حلقة عن العقارات، وقفلنا خلاص بقى الموضوع ده، العقارات مش هو ده الوقت المناسب دلوقتي للاستثمار فيها. طيب، إيه الحاجات الأوعية التانية الاستثمارية أو إيه الحاجات التانية اللي أنا أقدر أحُط فيها فلوسي وأنا متطمن؟ طيب، أكتر حاجة safe خالص أو أكتر حاجة آمنة طبعًا البنوك، واللي بيستحرموا البنوك يبقى يبعدوا عن الحتّة دي. طيب البنوك فيها كذا حاجة، البنوك غير الشهادات الاستثمار في أداة ناس كتيرة أوي ما تعرفهاش وناس كتيرة أوي لو جرّبتها بالنسبة لها هتبقى مناسبة جدًا، ألا وهي اللي هي أذون الخزانة أو سندات الخزانة. أذون الخزانة دي باختصار هي زي شهادات الاستثمار بالضبط، بس أنت رُحت النهارده ربطت مليون جنيه، بُكرة الفايدة بتاعتهم ال20% والّا ال22% هينزلوا، اللي هم الفايدة السنوية. طيب ميزتها غير إن أنت بتاخد الفلوس مُقدّم، ميزتها حاجة تانية كمان، إن أنت مش مرتبط بمدة معيّنة زي الشهادات التانية اللي هي السَنة، ممكن تربطها 3 شهور، تربطها 6 شهور، تربطها 9 شهور، وتربطها 12 شهر. فالمُدَد بتاعتها مختلفة شوية عن شهادات الاستثمار العادية اللي إحنا مُتعارف عليها. ولكن تاني اللي بيستحرم شهادات البنوك هنبعد عن الحتّة دي خالص. طيب إيه تاني حاجة برضه آمنة جدًا دلوقتي ومخاطرها قليلة جدًا رغم طلوعها ونزولها، بس الطلب عليها في المستوى المتوسط والطويل الأجل هيفضل مكمّل، ألا وهي الدهب. طيب ليه الدهب عليه طلب؟ عشان خاطر البنوك المركزية مش الأفراد هم اللي بيشتروا الدهب، اللي عَلّى الدهب الفترة اللي فاتت مش الأفراد، البنوك المركزية في العالم كلّه عشان تتحوّط من المشاكل السياسية اللي موجودة حول العالم اللي هي عمّالة تزيد كل شوية، بيشتروا دهب كأداة تحوّط آمنة أكتر من العملات الأجنبية وأكتر من الدولار. طيب هتيجي تقول لي النهارده أنا مش قادر أشتري دهب، هاقول لك النهارده تقدر تشتري ورقة ورقة أو share أو حصة في صندوق من صناديق الدهب اللي موجودة النهارده في البورصة. البورصة المصرية النهارده من خلال أي تطبيق تداول تقدر تشتري في الصندوق بتاع الدهب اللي هو بيشتري دهب فعلي وأنت بتخش بshare، فأنت النهارده ما تقدرش تدفع جنيه في الجنيه الدهب 36 والّا 37 ألف جنيه، تقدر تخش تشتري shares جوّه صندوق الدهب ده من أول 100 جنيه لو مش معاك فلوس. خلاص، ميزتها إن هي برضه كإنّك شاري دهب بالضبط التداول لحظي، وفي نفس الوقت تقدر تسيّلها في ثانية، دوسة زرار هتبيع النهارده بُكرة الفلوس أو العملية هتتنفّذ والفلوس تسمّع في حسابك. مش محتاج إن أنت تشتري ولا سبايك ولا تشتري دهب، وفي نفس الوقت ما عندكش مشكلة أنا هاخبّيهم فين؟ أنا في ناس غريبة بتخش عندي البيت أو ممكن حد من عيالي يلعب بيها إلخ، 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 مش هيحصل القصة دي. أنت فلوسك موجودة في حتّة آمنة جدًا، فما فيش المشكلة دي. طيب هييجي بعض الناس يقول لي طب الفضة؟ أنا اتكلمت قبل كده عن الفضة وقُلت يا جماعة أنا لا أحبذ الفضة أنا شخصيًا ليه؟ عشان أنا عندي معاها مشكلتين، المشكلة الأولانية العمولة بتاعتها عالية جدًا بتتكلم من 5 ل6%، النهارده تشتري قصدي كيلو فضة تمنه مثلًا 55، 56 ألف جنيه هتدفع عليهم أو 60 ألف جنيه النهارده بأسعار يوم 10 أو 11 النهارده يونيو، أنت هتدفع فوقيهم حوالي 5، 6000 جنيه عمولة على الكيلو ده. بينما الدهب مش كده، الدهب العمولة بتاعته لا تتخطى ال1 ل2% بالكتير أوي. فدي مشكلتي مع الفضة. مشكلتي التانية مع الفضة مقابل الدهب إن التداول بتاعها مش سهل أوي زي الدهب، يعني مش هتلاقي محلات فضة كتير تقدر تروح تبيع لها الفضة اللي أنت محوشها، موجودة، بس مش شرط بقى الراجل اللي أنت رايح تبيع له ده اللي هو التاجر أو صاحب المحل يبقى معاه فلوس، معاه سيولة، في طلب ممكن يقول لك لأ مش النهارده تعالَ بكرة وهكذا. الدهب مش كده، الدهب لو ما دخلتش المحل ده في 10 جنبه تقدر تبيع فيهم الدهب. زي ما كنا بنقول صناديق الدهب اللي موجودة في البورصة النهارده كويسة جدًا تقدر تتداول من عليها دهب. طيب دول أكتر حاجتين safe البنوك والدهب. إيه الحاجة الأكثر خطورة ولكن برضه الupside بتاعها أو الفُرَص اللي بتبقى موجودة فيها برضه أعلى؟ البورصة. طيب هنتكلم على نقطتين، النقطة الأولانية البورصة المصرية ودي التداول فيها آخر كام سنة بقى سهل ومتيسر جدًا بالنسبة للناس، مش محتاج منك أي حاجة غير إن أنت بس تبقى معاك بطاقة وحساب في البنك، بس كده. تقدر تفتح ويطلع لك زي رقم كده، رقم تداول أو رقم حساب في البورصة المصرية والمقاصة، تقدر من خلاله إن أنت يبقى عندك محفظة تقدر تشتري وتبيع أسهم. طيب في 2 استراتيجية في البورصة عشان بس ما اطوّلش عليكم الفزلكة والفلسفة الكتير، يا إما الناس اللي بتقعد تتريد اللي بتقعد تبيع وتشتري كل يوم،
وده مش احنا، وده محتاج كم من المعرفه والخبره سنين طويله. انا من 2012 وانا موجود في البورصه ولسه لغايه دلوقتي ما عنديش القدره دي ان انا اقدر اتريد او اتداول. طيب يجي الطريقه الثانيه اللي هي الاسهل، اللي هي بتجيب نتيجه واللي هي ما بتخيبش، انك تروح تشتري سهم في البورصه المصريه قيمته الحاليه اقل من القيمه العادله بتاعته، وتصبر عليه بالسنتين والثلاثه. وزي ما قلت قبل كده كمثال من الاسهم اللي طارت الفتره اللي فاتت كتير قوي، تقريبا البورصه المصريه كلها اسهم طارت. موبكو، طلعت مصطفى، جهينه، الشرقيه للدخان، فوري، رايا، كل الاسهم تقريبا طارت، الاسهم بتاعت الشركات المحترمه. في بقى اسهم تانية انا مش هسميها اسهم، بنسميها اسهم مضاربه، ابعد عنها تماما. انا رايي المتواضع خش على سايت اسمه investing.com، انا حابب احط لكم برده الرابط وهحط لكم الليسته اللي هي موجوده النهارده. investing.com ده من الاخر هو بيحسب لك مين الاسهم اللي قيمتها فعلا واطيه وتقدر تشتريها النهارده بسعر كويس، ونسبه العائد المنتظر لو صبرت عليها شويه هتبقى قد ايه. طيب احنا كده خلصنا البورصه المصريه، هنخش على البورصه الامريكيه. طيب النهارده بقى فيه اهتمام اكتر خصوصا من الطبقه اللي هي عايزه تحافظ على فلوسها بالدولار وتزيد بالدولار، يبقى العائد على الدولار، ومش عايز يربطها في البنك. النهارده البنك بيدي عائد على الدولار، هنتكلم على البنك الاهلي لسه منزل شهاده بتتكلم في حوالي في المتوسط 5 ل 5.5% على حسب انت هتربطها قد ايه، العائد شهري ولا نص سنوي ولا ربع ولا سنوي. طيب هنقول 5%. النهارده البورصه الامريكيه في بعض الاسهم وبعض المؤشرات بتجيب اكتر من كده بكتير. يعني مؤشر اللي هو الاس ام بي 500 اللي هو بيتراك او بيغطي الاداء بتاع اكبر 500 شركه، بيعمل في المتوسط من 10 ل 15% كل سنه. طيب انا النهارده عايز احط فلوسي في البورصه الامريكيه، اعمل ايه؟ هتنزل ابلكيشن اسمها انتراكتيف بروكرز. انتراكتيف بروكرز دي ثالث ابلكيشن انا اغيرها، وانا مش على فكره انا ولا واخد سبونسر ولا عندي كود ولا هقول لكم اي حاجه، انا ماليش اي مصلحه خالص في الكلام ده. انا جربت ابلكيشن قبل كده اسمها ساكسو بانك، للاسف ساكسو بانك قفلت في الميدل ايست واولهم مصر، نظرا ان كان في ناس كتير بتهرب فلوسها من خلال ساكسو بانك. في النهارده في ابلكيشن بتاعت اي اف جي اسمها تقريبا اي اف جي 1، دول تقدر تشتري من عليهم اسهم في امريكا. وتقريبا ثاندر فتحوا الاوبشن ده، لو انت عندك حساب دولاري تقدر برضو تتداول في الاسهم بتاعت امريكا من خلال ثاندر الحساب الدولاري. مش متاكد بس انا هقول لكم ان انا جربتها. انتراكتيف بروكرز اللي هي اي بي كي ار دي ابلكيشن موجوده في العالم كله، هي شركه امريكاني بتاعت تداول في البورصه او شراء في البورصه. طريقه انك تعمل عليها اكونت سهله جدا، مش هطلب منك اي حاجه غير ان انت بس هيطلب بس حاجه تثبت الهويه بتاعتك، وغالبا هيبقى الباسبور بتاعك. فلو ما عندكش باسبور جرب البطاقه. انا الباسبور بتاعي نفع وعرفت افتح حساب في اي بي كي ار. هتعمل ايه بعد كده؟ لازم يكون عندك حساب دولاري في اي بنك من البنوك، بنك الاهلي، بنك اتش اس بي سي، سي اي بي، ايا كان، المهم يكون عندك حساب دولاري. هتحول من حسابك الدولاري ده على حساب اي بي كي ار اللي هو برضه هيديك اي بان تقدر تحول من عليه بمنتهى السهوله. طيب بعد ما الفلوس سمعت في المحفظه بتاعتك في اي بي كي ار او المحفظه بتاعتك في امريكا، تقدر بقى ساعتها تتداول. برضه نصيحتي تاني، لا تتاجر، بلاش تريدنج او ديلي تريدنج او ويكلي تريدنج او مانثلي تريدنج، ده مش لينا. حتى لو حاولت انك تقلد او تصيع تقلد حد من الناس اللي هم التريدرز المعروفين، هتفشل برضه. هم بيشتروا ويبيعوا في اوقات معينه وبيشوفوا حاجات معينه انا وانت ما بنفهمهاش. احسن لك ابعد عن الكلام الفارغ ده كله. برضه يا اما تشتري في اسهم انت شايف ان فيها فيوتشر، زي مثلا اخر سنتين ثلاثه كان انفيديا وكان تسلا وكان مايكروسوفت وكان جوجل وميتا والخ الخ. قطاع التكنولوجيا عامه في امريكا هو اللي المتزعم او المتصدر المشهد دلوقتي. او ده البديل الاحسن والافضل ليك، انك تروح برضو تشتري حاجه اسمها اي تي افس. الاي تي افس دي اللي هي صندوق، تشتري نصيب في صندوق. الصندوق ده بيعمل ايه؟ الصندوق ده بيشتري في الاسهم كلها بتاعت البورصه. عندك دلوقتي 2 اي تي افس انا رشحهم، ودول مش عشان انا فاهم، عشان خاطر انا سالت واحد بيفهم قوي من اشهر الناس الاقتصاديين في مصر، قابلته بالصدفه وسالته دلوقتي عايز استثمر في امريكا استثمر ازاي؟ قال لي قدامك هم اتنين، يا اما الفي دبل او يا اما التريبل كيو. الفي دبل او ده بيتريس الاندكس كله بتاع الاس ام بي 500، والتريبل كيو بياخد اكبر 10 او 12 شركه في قطاع التكنولوجيا مينلي، هم دول اللي هو اللي بيتريس. التريبل كيو العائد بتاعه اعلى، بس برضو الفولاتيليتي او التحرك بتاعه برضو اعلى. اخر حاجتين عايز اقولهم،
ده مش للناس اللي دخولها قليلة، أنا هنا باتكلم على اللي خلاص بقى معاه فائض فلوس عايز يستثمرهم كل شهر، وعايز يستثمرهم بالعملة الأجنبية أو بالعملة المصرية، حُط مبلغ كل شهر، أمريكا مثلًا لو هتحط لك 200، $300 كل شهر دول 15,000 جنيه، ده مش مبلغ قليل، خلاص، فمين معاه 15,000 جنيه زيادة كل شهر إن هو يحطهم في استثمار؟ هو ده السؤال. الحاجة التانية خلّيك مستمر، يعني هي الفكرة كلّها في الصبر وفي الاستمرارية perseverance أو الpatience الperseverance الاستمرارية والpatience الصبر، فأنت لازم تتحلّى بالصبر ولازم تتحلّى بالمسؤولية أو بالانضباط إن أنت كل شهر لازم تحُط فلوس، ليه؟ البورصة طلعت النهارده أنت حطّيت، البورصة نزلت أنت برضه حطّيت، فأنت بتاخد إيه، متوسط، الكلام البديهي اللي إحنا كلّنا عارفينه. غير كده أنا ما فيش حاجة معيّنة أقدر أنصح بيها الناس في الموضوع الاستثمار ده، لو تعرف حد أنت بتثق فيه مش معرفة، حد من جيرانك سمعت عنه، صاحب صاحبك، لأ، أنا باتكلّم معرفة مباشرة، حد من صحابك عنده مشروع already شغّال ومحتاج سيولة، نصيحتي خُش مع صاحبك، ولو هتخُش مع صاحبك أو أخوك أو قريبك، أنت داخل مستثمر مش داخل شريك. فما تقعدش تزن وتقرفه في حياته، أنت داخل تحط لك 100,000 جنيه تساعده بيهم كسيولة، اكتب ورقة معاه إن أنت دخلت ب100,000 جنيه وإن ال100,000 جنيه دول نظير shares أو حصة سوقية أو حصة في الشركة دي أو في المشروع ده قيمتهم كذا، بس كده. إذا كنتم إخوات اتحاسبوا، لا أكثر لا أقل. ليه برضه إحنا بنعمل كده؟ عشان لو أنت حصل لك حاجة لا قدر الله أو هو جرى له حاجة يبقى في أي ورقة تثبت حقك في المشروع ده. طب أنا ليه باقول الoption ده كآخر option؟ عشان ده أكثرهم خطورة وبيعمل ساعات كتير مشاكل، بس في نفس الوقت أنت لو دخلت استثمرت وساعدت حد من صحابك أو قرايبك في مشروع أنت شايفه فيه potential أو شايف فيه فرصة كويسة، بيبقى أحسن. أنت ساعدته، قوّمت المشروع، هو كان محتاج يعمل توسُّع أو expansion أو يزوّد مثلًا عنده مزرعة مثلًا، مزرعة فراخ، مزرعة عجول، عنده ورشة نجارة، عنده، ساعات كتيرة الناس بتقابل مشاكل في السيولة، فبتحتاج تدخّل شُركا، الأحسن يكون أنت بدل ما يروح ياخد من البنك ويدفع فوايد، ياخد منّك أنت وتخش معاه شريك وإن شاء الله تجيبوا أرباح وتبقى الأرباح عايدة عليكم أنتم الاتنين. آآ لو عندكم أي ملاحظات تانية أو مقترحات تانية في موضوع الاستثمار، قولوه لي في الكومنتات، أنا باحب أوي أسمع الكومنتات بتاعتكم، والصراحة أنا النهارده الحلقة بتاعة النهارده دي بناءً على comments كتيرة جات لي، إن أنا برضه أتكلم على الاستثمار. شكرًا.